السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبي الهدى والرحمة. وبعد أحباب الكرام، مرحبا بكم في برنامجكم رسالة. ورسالة اليوم نرسلها إلى الآباء والأمهات الكرام. ضيفي وضيفكم هو فضيلة الشيخ سعد أنور. مرحبا بك شيخنا. مرحبا سيدنا الشيخ عبد الله، رضي الله عنك وارضاك. ربنا يحفظك يا رب. ومتابعيك الكرام، أسأل الله عز وجل أن يجري الحق على لسانك وقلبك. نحن وإياكم سيدنا، جزاكم الله خيرا. أحباب الكرام، كما قلت لكم، رسالتنا إلى الآباء والأمهات، إلى آبائنا وأمهاتنا الفضليات. أقول لكم يا من أنعم الله عز وجل عليكم بنعمة الأولاد، هل شكرتم الله وهل حمدتم الله على هذه النعمة؟ نعمة الأولاد أحباب الكرام نعمة كبيرة ومنة عظيمة من الله عز وجل. فتعالوا معنا نسمع إلى فضيلة الشيخ سعد أنور وهو يحدثنا عن فضل هذه النعمة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وبعد، معاشر الأفاضل، إن نعم الله عز وجل على عباده كثيرة، فهو سبحانه وتعالى صاحب الإنعام وواسع الجود والإكرام، جل جلال ربنا وتقدست أسماؤه. فكان من نعمه جل جلاله على خلقه أن أنعم عليهم بالذرية، وهو سبحانه وتعالى الذي امتن على بني آدم أن جعل لهم ذرية يخلف بعضهم بعضا لإعمار هذه الحياة. فالأبناء عباد الله نعمة من الله عز وجل، ينعم بها على من شاء، وكذا يحرم منها من شاء. فسبحانه يهب من يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، جل جلال ربنا وتقدست أسماؤه. فهي هبة من الله سبحانه وتعالى، فقد تجتمع الأسباب، ولكن ربنا لا يقدر منها شيئا. فقد يكون الرجل صحيحا وكذا المرأة، وقد يكون بينهما ما بين الرجل وزوجه ولا يكون الولد. فإذا أنعم الله عليك عبد الله بنعمة الولد، فاشكر الله عز وجل أن هيأ لك هذه الذرية، واجعل لك في هذه النعمة نية. فإننا في نعرات الجاهلية التي ربما تتجدد من وقت إلى آخر في حبنا للذكور دون الإناث. فإذا بشر أحد بالأنثى كما ذكر لنا ربنا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، فنقول نشتهي الولد، ولكن لنية: إمامة المسلمين في الصلاة، وحفظ القرآن، والجهاد في سبيل الله، ورفع الدين، والدلالة على الله رب العالمين، وبلاغ العباد عن رب العباد سبحانه وتعالى. وكذا نشتهي البنت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من رزقه الله بجاريتين فأحسن إليهما وأدبهما كانتا له سترا من النار. قيل ولو واحدة؟ قال ولو واحدة. فالبنات أيضا نعمة من الله عز وجل. وكذا نشتهي طفلا يموت، فإن الطفل في ميزان حسنات والديه، فهم دعاميص أهل الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يحاجون الله عن آبائهم يوم القيامة حتى يأخذون بأيديهم إلى جنات النعيم. وكذا السقط في ميزان حسنات والديه، وإن لم يكن إنعام من الله فبقيت آية من الله عز وجل. فيا من حرمت نعمة الولد، كل أبناء المسلمين لك أبناء، فأدبهم وعلمهم وحفظهم آية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يذهب إلى المسجد فيأتي بناقتين كوماوتين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قيل وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: يعلم له آية فتكون له ناقة، أو آيتين فيكون ناقتين، وإن زاد زاد الله له. فعلم أبناء المسلمين وأعطف عليهم واحن عليهم، فهم أبناؤك ذكورا كانوا أو إناثا، ودلهم على الله سبحانه وتعالى شاكرا نعم الله عز وجل عليك
أن عفاك في بدن وأمنك في وطن، فمن بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا كما قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، هننتقل إلى نقطة أخرى. طيب أنت حضرتك قلت إن نعمة الذكر أو الأنثى هي نعمة من عند الله عز وجل. طيب ربنا عز وجل رزقني بنعمة الأولاد، وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به. الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له. شيخنا، لو سألت حضرتك سؤال وقلت لك: متى أربي ولدي؟ إمتى أن أنا أبدأ أربي ابني أو بنتي؟ سيدنا الشيخ عبد الله رضي الله عنك وارضاك والمتابعين الكرام، آمين. تبدأ تربية الولد من اختيار الزوجة. تبدأ تربية الولد من اختيار الزوجة، فالعبد يختار موضع حرثه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، والحديث مشهور معروف: فاظفر بذات الدين تربت يدك. فصاحبة الدين نعمة من الله رب العالمين، فالعبد يظفر بها، وإن اجتمع دين ومال فلا بأس. نعم. وإن اجتمع دين ومال وجمال فلا بأس. نسأل الله ذلك. نسأل الله نسأل الله من فضله. آمين. عشان المشايخ بس يعني لك دين وخلاص يعني. لا يا سيدي، لو دينه شوية جمال ما في مشاكل، لو دينه شوية مال ما في مشاكل، لو دينه شوية مال ونسب يعني حبذا يعني إذا مسكت في كمين حتى حد يعديك يعني نسايبك وكده. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فنقول: تبدأ تربية أبنائك من اختيار زوجك. وأشهر مثال حديث انتشر على السوشيال ميديا في الأوقات المتأخرة، الشيخ العتيبي حفظه الله تزوج أكثر من المرأة، وكان شرطه معها أن يحفظ أبنائه القرآن، فرزق 13 ولدا كلهم ختموا كتاب الله عز وجل. نعم نعم. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فنقول: حدد مع زوجك هدفك في الحياة. فرأس مالك الحقيقي أن يرزقك الله ولدا طائعا للرب العلي سبحانه وتعالى. فتقول لزوجك: إن رزقنا ولدا أو بنتا فإن لنا معهم وقفات. وأتت أحدهم تسأل أحد العلماء: لي ولد عمره سنة، كيف أستطيع أن أربيه؟ قال لها: فاتك القطار. وهو عنده كم سنة؟ سنة. تمام. وإحداهن من إدمانها لقراءة القرآن وسماعه رزقت بطفل ختم القرآن على 5 سنين إن شاء الله. ونقول: هذا فضل الله. وما منا أخبار أطفال في الجزائر والمغرب وأندونيسيا وغيرها منا ببعيد، أطفال صغار ويختمون القرآن ويرددون الآيات. فنقول: تربية الولد في أن يراك ولدك قائما لليل باكيا عند تلاوة القرآن، صائما بالنهار مرددا للأذكار، يعتاد أن يرى منك خيرا وبرا وفضلا. وإنما المعاني تستقر في الصغار شيخنا وتمتلئ مع الأيام. يعني طفلك يقول لك: أنا أحبك أبي، نقول: نعلم أبي، لا بابا ولا ماما. حتى أحدهم يعني قسم المجتمعات بحسب النداء، اللي يعني مليونير وفوق يقول مامي وبابي، واللي يعني متوسط ماما وبابا، واللي طالع عينه يا أما. نقول: نحن معاشر المسلمين أمي وأبي. لما يقرأ القرآن يجد قول إبراهيم لأبيه: يا أبتي يا أبتي، وقول إسماعيل لأبيه: يا أبتي افعل ما تؤمر يا أبتي. وكذا إذا سمع السنة: من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك، فعندنا أمي وعندنا أبي، فيقول: أمي وأبي. فيسمع هذه الكلمات ويرى أبا وأما ترسخ فيها المعاني، فيقول لك: أحبك يا أبي، أحبك يا أبي. فهو لا يعلم معنى الحب، ولكن يمتلئ مع الزمن حبا. تقول له: أعطي وجد، لا يعرف معنى الجود، ولكن مع الأيام يمتلئ جودا، بخلاف آباء تعلم الرذائل: سب عمه واشتم عمه وتف في وش عمه واخبط عمه على أفاه، فإذا اشتد عوده ضربه هو على قفاه. وكم علمته نظم القوافي
فلما قال قافية هجاني. فنقول اغرسوا الفضائل وعلموا الشيم، أذنوا في أذن مولودكم من أول لحظة، وأقيموا الصلاة في الأخرى، وكأنه إشعار له أن حياته بين الأذان والإقامة. علموهم أن أمر الدنيا أيام قلائل، إنما نسير فيها إعمارا لها قربة إلى ربنا سبحانه وتعالى. فإذا كان للدنيا سعي في عمل وجد واجتهاد ومال، كذا للآخرة سعي في تحصيل علم وترديد أذكار وقراءة قرآن ونشر فضائل وأمر بمعروف ونهي عن منكر. فابدأوا رعاكم الله، وإن فاتكم ما فاتكم فلعلكم تدركون، ونسأل الله أن يربي لنا ولكم أبناءكم. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أباهم. أحباب الكرام، ما زال السؤال قائما لكم، لكل أب، لكل أم: متى أربي ولدي؟ سئل إمام أهل السنة أحمد بن حنبل طيب الله ثراه ورحمه الله تبارك وتعالى، لما سئل قال: يا إمام، متى أربي ولدي؟ قال له: تربيه قبل أن يولد بكم سنة؟ نعم، ب20 عاما. فضيلة الشيخ، هنروح أيضا لنقطة أخرى. الأب بيقول: أنا مش مسؤول عن تربية أبنائي. نعم. بمعنى أنا شغال مثلا في الزراعة أو في الصناعة أو بسافر أو كذا أو كذا، يدوب بخرج أجر مثلا أوسع على لقمة عيشي، وبرجع بالليل يدوب أتعشى وأقعد مع أولادي شوية وأقوم نايم. الأم برضو تقول: أنا مش مسؤولة، لأن طول النهار يا إما بتطبخ يا إما بتكنس يا إما بتروق، ده بيهرب ودي بتهرب. من المسؤول عن تربية الأولاد؟ أمر تربية سيد الفاضل أمر يشترك فيه الكل. فنقول: الوالد بطعام أبنائه حلال، وإن قال أسعى على تحصيل المال فهو يطعم أبنائه حلال. وكانت إحداهن تقول لزوجها: إننا نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على نار الآخرة. فالمرأة التقية أيضا تعلم أبنائها الفضائل، فهي وإن كان في مهده لسه في اللفة، تهز مهده بشمالها وتهدم قلاع الكفر بيمينها، لأنها تعد رجالا يبني الرجال وغيره يبني القرى، شتان بين قرى وبين رجال. إذا أعددنا جيلا، حتى قال شوقي: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فهي بأخلاقها، فهي ترضعه مع لبانها الفضائل والشيم والكرم، ترضعه الجود، حتى قال القائل: كيف يرجى لأطفال كمال إذا رضعن ثدي الناقصات. فنقول: نعلم كيف ذكر الله وكيف الفضائل من أم تربي على الشيم، وكذا والد يتقي الله عز وجل يحث أبناءه على حفظ القرآن، يكون أعطياته ومنعه ثوابه وعقابه. هل صليتم؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يعلمهم كيفية الحياة وصعوبتها، فهم شركاء معه. أنا أسعى وأجد، وأمكم تعد، وأنتم أمامكم بناء أمة. نكفيكم الدنيا لتكفونا أنتم أمر الآخرة. نسعى سويا إلى الله عز وجل، وكذا مجتمع. فحينما يكون على السوشيال ميديا الذي ينتشر ويروج له في أعلى مشاهدات لأمثال الساقطين والمغنين والراقصين والتافهين، وأمثال هذه البرامج المباركة تجد قلة في من يسمعها، فهذا دليل سوء على أخلاق هذا المجتمع. فنقول: عباد الله، المجتمع شريك. فإذا سمعنا أن الإمام النووي يحصل في اليوم ما يزيد على 14 درسا في فنون العلم المختلفة، فنقول: العقل يقول أنهم متجاورون. يخرج من هذا البيت في الحديث ليدخل إلى هذا في الفقه، إلى هذا في التفسير، إلى هذا في النحو واللغة والبلاغة والصرف والبيان وأصول التفسير والحديث والمصطلح ومعرفة التاريخ والسير والشمائل والفضائل، يحصل. فالمجتمع أيضا شريك. فإذا كان النشء متنافسون في القرآن والسنة والعلم، كان إنتاج العلماء.
أما إذا كان النشء متنافسون في سرقة الباثورد للواي فاي المجاورين في لعبة بوبجي وغيرها، وكلما مررت تجد مجموعة يجلسون هنا ومجموعة هناك في مشاهدة الفضائح والفظائع والويلات، فأن لنا بجيل يسير إلى الله عز وجل؟ فابدأ وكن أنت البداية، ونسأل الله عز وجل أن يصلحنا وإياكم. ولا تحقرن معروفا في صغير، فهذا الصغير يكبر يوما، فأحسن إليه ولو بقطعة شوكولاتة، ولو بكلمة طيبة، ولو بقليل مال. خذ بيده إلى المسجد فلعل الله يصلحه، ولعل الله عز وجل أن يشرح صدره، ولا يدري من يكون سببا في دخولك الجنة. وقال النبي لعلي رضي الله عنه وأرضاه: ولئن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني فضيلة الشيخ، خلاصة الكلام، من المسؤول عن تربية الأبناء؟ كلنا مسؤول، في جملة واحدة، كلنا مسؤول عن تربية أبناء بعضنا البعض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني أنا ما أطرد الطفل الصغير من المسجد، نعم، إلى أين يذهب؟ هذا عامل المسجد عشان يحافظ على المسجد نظيفا، يعني إذا كان يعني يتقي الله في عمله وينظف المسجد. نعم، ينفر الصغار. أيوه. فمن يتلقاهم؟ فنقول أنا وأنا سائر أبتسم في وجه هذا وأحسن إلى هذا. في مدرستي مدرسا أعلمهم الفضائل وأعلمهم الشيم والأخلاق، وأنا في وسط درسي، وأنا في مستشفاي أحنو على طفل أتاني، ما تخافش، الأمور بسيطة. وأعلم الأم لا سيما في الفزع لما طفل يأتي مكسور أو في حادث: اصبري يا أمه، علمي هذا الصبر على البلاء والشكر للنعماء. فنقول كلنا مسؤول. فإذا كان هذا ينتقل من فضيلة إلى كرم، إلى جود، إلى خلق، إلى علم، إلى درس، إلى قرآن، إلى سنة، فإنه يتشكل رجل سوي. خلاف هذا يضرب وهذا يسب وهذا يلعن. فنقول نخرج مسخا من البشر، ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى المسلمين. أحباب الكرام، في ختام هذه الرسالة التي نرسلها إلى آبائنا وأمهاتنا الفضليات الكرام، لا تنسوا حينما نقول لهم: لا تنسوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالزوج والأب في بيته راع وهو مسؤول عن زوجته وأولاده، والأم والزوجة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن زوجها وأولادها. أحباب الكرام، نشكر باسمكم فضيلة الشيخ سعد أنور الذي أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قاله وما سمعناه في موازين حسناته في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول نعلم أبي لا بابا ولا ماما، حتى أحدهم يعني قسم المجتمعات بحسب النداء، اللي يعني مليونير وفوق يقول مامي وبابي، واللي يعني متوسط ماما وبابا، واللي طالع عينه يا أمه. نقول نحن معاشر المسلمين